يا حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل احلى سمنه بيتي عسل عسل. اعملوا لايك. تعالوا بقى بصوا، احنا طبعا جايبين لبن. طبعا انا عندي القشطه ديت يا بنات بتتحوش. لما بجيب لبن بحوشها. طبعا بعمل ايه؟ بغلي اللبن كويس وبعد كده بشيل القشطه بتاعته. بصوا بقى يا اخواتي، طبعا القشطه اللي انتوا شايفينها قدامكم في الكياس ديت، انا باخد اللبن بعد ما بغليه كويس وبعد كده بحطه في التلاجة. تاني يوم على طول هيعمل قشطه فوقيها. اخد القشطه ديت واعبيها في اكياس زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده، وفضلت احوش الكلام ده كله لحد طبعا يعني ما يكون معايا كميه حلوه. وبعد كده بعد كده يا اخواتي بقى، بعد ما انا هنفضل نعمل كده فيها كتير لحد ما تنزل الشرش بتاعها او الميه عامه. بعد كده بنكورها بقى، بتبتدي ان هي تبقى بتفرول معانا كده، وتحس ان هي خلاص ما بقتش تحس ان هي بقت عماله بتتكون معاكم زي كوره كده. انتوا فاهميني؟ ف عامل زي اللبن ده الشرش يا لولو. فبعد كده شايفينها بقى، بصوا عماله بتعمل ازاي. خلاص بدنا طبعا. خدوا بالكم ان انا كل شويه ما بتنزل ميه ولا حاجه الشرش بتاعها، بضطر ان انا اخد الميه بتاعتها دي واصفيها في طبق تاني. شايفين اهوت، حتى ما بقتش تلزق في الايد ولا اي حاجه خالص. طبعا بصوا انا عندي بنتي عماله تاكل من القشطه. تمام. بصوا انا جايبه لكم كل الخطوات عشان ما حدش يجي يقول لي ازاي يا ام معاذ انت مثلا في حته انت مش موريها لنا، في حته لا، كل حاجه قدامكم. شايفين بقت عماله تعمل ازاي، بدات تتكور مني، وبدات كمان ان هي بقت تنزل. ما شفتوا هو بيعملها ازاي. عايزه اقول لكم على حاجه، لو عندكم كبه او عندكم خلاط بجد بجد هيرحمكم، يعني هيرحمكم جدا جدا. انا بقى بصراحه ما عنديش. ربنا بس يسهل ان شاء الله وابقى اعملها. شايفين الشرش عامل ازاي. هو نفسه عمال ياكل برضو. هو كده شايفين، هو كده بيقولك خلاص ابتدت اللي هي تتكور في ايده يعني. بس عايزه اقول لكم على حاجه بجد، اعملوها في البيت مش هتخسروا حاجه، بالعكس هتوفروا كتير كتير. شايفين الميه اللي نزلت ازاي. انا بوريكم كل حاجه عشان محدش يقول لي انت ما بتورينيش. اهو شايفين بتتكور معانا ازاي. من هنا بقى ابتدت تتكور معانا اهو. شايفين سهله جدا وسريعه جدا، واحسن حاجه اللي انت عاملاها في البيت ونضيفه وضامنه النظافه. شايفين بسم الله ما شاء الله عامله كوره كبيره يعني. تمام. طبعا انا هنا بص خدنا تاني شويه وحطيناهم هنا، والباقي طبعا عايزه اقول لكم لو عملتوها زي مثلا ما انا بعملها كده ماشي، انتوا هتتعبوا ولكن حاجه كويسه. في ناس يا جماعه بتغشها بره، يعني في ناس بتحط في وسط الزبده، كوره الزبده دي. بصوا ده الشرش، ميه الشرش اللي نازله من الكوره دي غير اللي انا رميته على فكره. في ناس بتغش الزبده ديت. في ناس بتغشها ازاي، بتطحن بطاطس، بتسوي بطاطس اللي هي مسلوقه تسلقها وتطحنها تعملها زي بطاطس مهروسه كده وتدخلها في وسط الزبده. بس منهم لله بقى، يعني بجد والله منهم لله الناس دي، لان دي الناس دي غشاشه بتغش في الايه، في كور الزبده اللي انت بتاخديها وتقولك دي زبده بلدي، دي زبده مش عارف. والله العظيم يا اخواتي يعني الناس دي يعني هتروح فين من ربنا. يلا منهم لله. فبصراحة شايفين بقى انا هنا كده خلاص خلصت وكورتها. طبعا خلاص هحطها بقى ايه في الفريزر. تمام. بصوا بقى انا جبت كيس اللبن، الكيس اللبن اللي هو التلاجة العادي ده، قطعته نصين. تمام. خليته زي ايه مفروض معايا. وبعد كده ايه اللي حصل، فردت الكيس. شايفين المنظر اختفى عاملة ازاي. شفتوا ده كيس لبن اللي هو كيس التلاجة، فردته معايا. وبعد كده رحت قافلة بيه الكيس. بس يا لولو رحت قافله بيه كيس قافله بيه مغطيه بيه يعني كرة الزبده. تمام. طبعا بسم الله ما شاء الله. شايفين السمنه عامله ازاي. طبعا دي زبده هتسيح هتبقى سمنه وزي الفل. شايفين بقى كده ساحت. طبعا انا سبتها يوم كامل يا اخواتي، يوم كامل موطيه عليه على الاخر، يعني موطيه شمعه كده. اوطى حاجه عندك البوتاجاز سيبيها ووطيها خالص عشان ما تتحرقش منك من تحت ولا حاجه. طبعا انا بعد الفجر على طول طفيتها. دلوقتي الساعه
تقريبا 9 بعد الفجر. انا يا دوبك صليت الفجر ورحت ببص عليها لقيتها ابتدت خلاص ان هي خلاص زي الفل. شايفين؟ طبعا صليت الفجر وبعد كده رحت طافيه خلاص النار عليها. قلت بقى اللي انا اخليها تبرد خالص عشان اعرف احطها في البرطمان الازاز. عايزه اقول لكم برطمان الازاز لازم يكون مغسول غسله نظيفه جدا، تمام، ولازم يكون متعقم علشان خاطر يعني ايه السمنه بتاعتك ما تبص، تمام، ما تعملش زي عفونه. تمام يا بنات، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى اللي انت لازما كمان تخلي البطرمان بتاعك ينشف، ما تبصي يعني ما يكونش فيه نقطه ميه. فاهميني قصدي ازاي؟ انا بقول لكم كل الحاجات دي بتكلم كتير علشان خاطر ما حدش السمنه بتاعته تبوظ ويقول لي يا ام معاذ احنا مشينا على الخطوات بتاعتك وبوظتي السمنه بتاعتنا. لا، انا بقول لكم الخطوات اللي انا مشيت عليها علشان خاطر، وده اللي انا بمشي عليه على طول كتير، والناس كتير بسم الله ما شاء الله يعني بتمشي ورا الكلام اللي بقوله وبتنجح معاهم السمنه البلدي اللي بيعملوها في البيت. تمام. انا هنا خلاص السمنه بتاعتي يعني بقت بارده خالص قوي قوي، تمام، يعني بدرجه اللي انا ممكن احط ايدي فيها. تمام. حتى بصوا احنا ماسكين، حتى حطينا في العلبه البلاستيك. تمام. بصوا شايفين؟ عايزه اقول لكم يا بنات حلوه جدا وريحتها عسل، وهي بتتعمل ريحتها لاخر الدنيا. يعني انا عندي لما بعمل السمنه دي بعمل القشطه وبحول من القشطه للزبده لكور الزبده بعملها السمنه بلدي في البيت. عايزه اقول لكم عسل عسل. بصوا انا هنا بقول لكم، شفتوا انا ماسكه الحله ازاي؟ مش سخنه خالص، لازم انا اخليها تبرد. ولازم انا اخلي كمان ان هي يعني ما تكونش سخنه قوي عشان خاطر لو انا حطيتها سخنه البطرمان بتاعي هيطق. ماشي. في نفس الوقت كمان مش هعرف احطها عامه. بسم الله ما شاء الله. شفتوا انا هنا خدت يجي 6 كور بس من الزبده. تمام. شايفين بقى الحله نضيفه ازاي ولا محروقه مني ليه؟ علشان انا موطيه. اقول لكم تاني، وطوا زي الشمعة، يعني خلوا اوطى حاجة على العين، يعني سيبوها كده عين البوتاجاز سيبوها واطية خالص سيبوا الزبدة كده، يعني كور الزبدة تحطوها في الحلة، تمام، وتوطوا عليها خالص وتسيبوها. خشوا تناموا وتعملوا حاجتكم. يعني مثلا لو انت هتعمليها على العشاء سيبيها لحد بعد الفجر، تمام، ورايحه جايه قلبي عليها مش هتلاقي خالص اي حاجه. طبعا في ريم بيبقى فوق الحله بتاعت ال اللهم صل على النبي بتاعت السمنه. الريم ده يا بنات تشيلوه، تمام، شيلوه زي ما انا شلته في الاول. طبعا ده بقى اللي اتبقى من ده اللي كان في اواخر الحله. تمام. شايفين المنظر ده كان في اواخر الحله؟ شايفين؟ ولا هو بقى محروق ولا اي حاجه خالص. تمام. تمام. ده انتوا ممكن تحطوه برضو، ده ليه استعمال، ممكن تحطوه في الجبنه اللي هي الجبنه الحادقه اللي هو المش يعني. وممكن ما في ناس بتعمله في كده وفي ناس ما بتعملوش كده.